ورجعت لبست لبسها. لقيتها اتوترت قوي، قالت لي ايه يا مريم خضتيني، مش تخبطي على الباب الاول؟ انا لسه كنت بقيس البيجامه بتاعتي. بصيت لها بهدوء مع اني شفت تليفونها من بعيد، كان في حد هي بتكلمه. وقتها قلت لها انا اسفه يا ماما، وطلعت بره الأوضة وكنت بحاول أجمع شكل الراجل اللي هي كانت بتكلمه ده، بس للأسف معرفتش هو مين. ما قدرتش أجمع لأن التليفون كان بعيد عني، وماما كمان بسرعة قفلت التليفون. المهم شوية وماما طلعت قعدت معايا في الصالة، وكنت حاسة فعلا إنها مرتبكة قوي. وبعدها بشوية بصت لي وقالت لي بقولك إيه يا مريم. بصيت ناحيتها وهزيت راسي من غير كلام. قالت لي ها أخبار الكلية إيه؟ مش بتحكي لي يعني عن يومك؟ ابتسمت لأن دي كانت أول مرة ماما تسألني السؤال ده، حقيقي بجد أول مرة تحصل وتسألني عن الكلية، وإن ليه مش بحكي لها عن يومي. رديت عليها وقلت لها معلش يا ماما، ما انت دايما مشغولة بشغلك في المستشفى ومش بتسألي عني خالص. قالت لي معلش يا حبيبتي، أحيانا الشغل بينسي الواحد يعمل إيه ولا إيه. وساعتها جالها رسالة على الماسنجر، مسكت التليفون وبتفتح الرسالة وكانت بتبصلي من طرف عينيها، ومفيش لحظات وطلبت مني أعمل شاي. دخلت المطبخ وسبتها بتتكلم في الشات على الماسنجر. حاولت أطلع بهدوء من المطبخ وبص عليها في الصالة ومن غير ما هي تشوفني. بصيت عليها لقيتها بتشاور بإيديها قدام التليفون للشخص اللي قدامها، بس الغريب إن مفيش صوت للمتصل، وعمالة تشاور له بإيديها زي المراهقين وتبعت له قبولات. استغربت قوي وضايقني التصرف ده، وخصوصا إنها أمي وفي سن زي ده، إزاي تعمل حاجات المراهقين دي؟ المهم عملت لها كوباية الشاي، وأنا طالعة من المطبخ عملت صوت برجلي عشان تعرف إن أنا خارجة، وفعلا بسرعة خبت التليفون جنبها وقابلتني بابتسامة متصنعة. لكن أنا كنت حاسة بيها وكنت عارفة إنها بتحاول تخبي توترها. اديت لها الشاي وقعدت جنبها. كان عندي شعور إنها عايزة تتكلم معايا وتقولي حاجة، بس حسيت إنها مترددة، أو يمكن مش عارفة تتكلم معايا تقولي إيه. رفعت وشي وقلت في بالي انكشها أنا وابدأ معاها أنا بالكلام. قلت لها صحيح يا ماما، مش انت كنت عايزة تعرفي يومي كان عامل إزاي في الكلية؟ ابتسمت وقالت لي اللي انت عايزة تتكلمي فيه اتكلمي يا حبيبتي عادي. سكت شوية وقلت لها عن يومي، وقلت لها لما بروح الصبح بقعد مع صحباتي وبنحضر بعدها المحاضرات. لقيتها بتقولي طيب ممكن أسألك على حاجة؟ قلت لها